انظر إلى خبر آخر، خبر سند بن علي. سند ابن علي أحد علماء الحساب أو الهندسة، يسمى سند بن علي الحاسب. قال أحمد بن يوسف الكاتب في كتابه المكافأة. كتاب المكافأة كتاب مطبوع، مجلدة صغيرة، مطبوع بتحقيق العلامة محمود شاكر رحمه الله. كتاب المكافأة لأحمد بن يوسف الكاتب. قال صاحب الكتاب، صاحب كتاب المكافأة: حدثني شجاع بن أسلم الحاسب قال: قلت لسند بن علي: ما الذي أوصلك للجلوس مع المأمون وكيف توصلت إليه؟ أمير المؤمنين المأمون خليفة العباسي يقول له: كيف توصلت إلى هذا الأمير وكيف كنت من أصفياء هذا الأمير؟ قال سند: أنا أحدثك. سند ابن علي صاحب الخبر الحاسب قال: كان والدي، سند يقول: كان والدي يحترف صناعة النجوم وأحكام الكواكب، عالم بالفلك وما شابه ذلك. يقول: وكنت مولع أنا بقراءة كتب الهندسة، كان مولع بقراءة هذه الكتب. يقول: فلما انتهيت من كتاب أقليدس يعني رغبت نفسي في كتاب الميجسطي، وهذه الكتب من كتب أصول الهندسة. يقول: فقلت وكان كتاب الميجسطي، هذا الكتاب كتاب أصول الهندسة مترجم. يقول: وكان هذا الكتاب ينسخ ويجلد ويرسم الرسومات الخاصة به ب20 دينار في سوق الكتب. فطلبت من أبي، قلت له: يا أبي أريد هذا الكتاب. فقال: يا بني أمهلني حتى يأتيني رزق. فمرت الأيام وما طلني أبي. يقول سند بن علي يقول: وكان لي أخ ليس له عناية بالعلم، إنما كان يمشي مع أبي، يأخذ أبي يمسك بغلة أبي حتى يصل به إلى مكان عمله أو المكان الذي يجلس فيه، ثم يرجع بالبغلة إلى البيت، وفي آخر اليوم يذهب بالبغلة ليأتي بأبي. يقول: فذات يوم قلت لأخي: أنا سأذهب مع والدي. فركب أبي الدابة وأخذته وذهبت إلى المكان، فدخل أبي، ثم أخذت الدابة البغلة وذهبت إلى السوق فبعت البغلة بما عليها واشتريت الكتاب، ثم رجعت إلى أمي فقلت لها: حدث كذا وكذا وهذا الباقي، فوالله لو هيجت علي أبي لن طري وجهي بعد اليوم. وقال لها: هناك غرفة في بيتنا، اغلقي علي وأعطني كل يوم رغيف. يقول: فلما سمع أخي هذا الكلام ذهب مسرعا إلى أبي وهو جالس مع أصحابه ومع رفقائه، وهامسه في أذنه، قال له: حدث كذا وكذا. فاحمر وجه أبي، فقال له بعض الجلوس، وكان ثريا رجل ذو مال، قال له: ما وراءك؟ قال: لا شيء. قال: والله لا تخبرني. قال: حدث كذا وكذا وكذا. فقال هذا الرجل الغني: هذا مما يسرني. ثم أمر غلام هذا الغني، قال: يا غلام احضر بغلة من اسطبل وعليها السرج، وقدمها له. نرجع إلى سند. يقول سند: فظللت أقرأ الكتاب حتى حفظت الكتاب، ثم في 3 سنوات وفهمت ما فيه، واستدركت على بعض الرسوم الموجودة فيه. ثم ذهبت إلى مجمع العلماء أو المكان الذي يجلس فيه علماء الهندسة، وكان رئيسهم العباس بن سعيد الجوهري، فعلم بالقصة فأعجب بي وأدخلني على المأمون. الشاهد أن هذا الرجل سند هذا كيف حصل على الكتاب؟ باع الدابة، بصرف النظر عن هذا بغض النظر على هذا التصرف وما فيه من سوء معاملة للأب، إلا أن النهم والعشق للكتاب اضطره إلى فعل هذا الأمر.